السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير. جاي لكم النهارده بقى بفيديو جديد. بصوا انا نزلت لكم امبارح الفيديو بتاع مسح الشقه وكده. النهارده بقى ان شاء الله هفرش معاكم الشقه وعيشوا معايا كده بقى اجواء العيد. وصورت لكم مقطع صغير كده من صلاه العيد. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، ربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب، ويتقبل منكم رمضان. بصوا بقى. آه انا الفرش ده، يعني انا فرشت يوم الوقفه بالليل، لان طبعا انا ما كنتش اعرف رمضان هيجي كامل ولا ناقص او كده. ففرشت يوم الوقفه بالليل بعد الرؤيه. لقيت بقى خلاص ان العيد بكره، رحت قايمه فرشه على طول كده. بدأت اول حاجه بالغرفه بتاعه الركنه. طبعا كنا مسحين، وكانت الفرش بتاع الركنه التاني ده كنت شايلاه، وبتاع الكوشنات كلها كنت شايلاه وغسلته. ابتديتهم بقى ركبتهم يعني. وحطيت بقى الرنر ده على الركنة كده. مش عارفة اسمه رنر ولا اسمه ايه. وابتدي بقى ارص الكوشن. والركنة كمان كنا غسلينها. بنحط مية على شوية كلوركس الوان، على شوية مسحوق، وبنبتدي نعمل بيهم الركنة بحتة قماشة كده. بصراحة بقى الرنرات دي بتحمل فرش جدا. بشيله بقى اغسله واركب التاني. لكن لو متشالين مفيش يومين وبلاقي الركنة اتبهدلت وعايزة تتغسل. الايام بتاعة العيد ديت بجد تعب جدا. خروج بقى نجيب الطلبات اللي ناقصانا ولبس العيد ومسح الشقة وكله كده، كله جاي مع بعضه. بصوا بقى، اول ستارة كمان ركبتها اهو. دي ستارة بتبقى جنب بيش كده، وجنب من جنب منت جرين. ممكن ساعات بحط الجنبين الاتنين جنب بعض الستارتين، وساعات بحط كل واحدة في جنب كده. انا كنت جايباهم الاتنين دول مع بعض. كده خلصت خلاص فرش الركنة. ابتدي بقى دلوقتي اكنس الارض واطوقها بقى بشرشوبة كده، مسحة سريعة كده، وافرش السجادة. قلت اعمل كمان البلكونة. بص كانت متبهدلة. اكنسها كده وامسحها معايا. البلكونة دي مهما نعملها لازما كده تتبهدل. وشفت بقى النهارده الجو كان عامل ازاي. تراب تراب اصفر جدا وهوا كده. والجو كان وحش قوي الصبح. بقيت خايفة والله لا انزل الاقي الشقة متبهدلة، لاني كنت سايبة الشباك مفتوح. بس الحمد لله ما في تراب بس في البلكونة، لكن في الشقة الحمد لله ما لقيتش. ابتدي بقى ادي مسحة سريعة كده للغرفة بالشرشوبة كده، تطويقة سريعة. سبت بس الارض حوالي 5 دقايق كده. ما كانش في وقت بقى ان اسيبها تنشف، كنت عايزه اخلص عشان كنت لسه خارجه. رحت فرشه بقى السجاده كده على طول. وهحط بقى فردت الستاره كده. وهحط الترابيزه في النص. مبحطهاش في النص الا في العيد بس. لاني بص بتبقى مضيقه الدنيا. وانا بحب يعني واسع كده، مبحبش حاجه يعني تضايقني كده وانا بتحرك. حتى ترابيزة المطبخ برضو على طول حطها على جنب، محطهاش برضو في النص الا في العيد بس. حطيت بقى الترابيزة، احط لها دلوقتي الرانر ده. وهحط الكوستر والفازة عليه. اهو الكوستر ده والفازة. بص كنت حاطه فيها بقى اللي هو الهيش والسنابل دي، بس بصراحة ما عجبتنيش، فروحت شلتها وحطيت بقى الورد.
بصراحة التعب كله بيهون بقى لما نلاقي الشقة نضيفة كده، بننسى ايه اي تعب تعبنا فيه. طبعا الحمد لله برضو عيالي ساعدوني، بس انا رجلي والله من قبل رمضان يعني تعباني كده شوية، فمجرد ما بعمل حاجة بسيطة رجلي بتوجعني جدا. ان شاء الله عايزة ابقى اكشف عليها بعد العيد بقى، بعد العيد ما يخلص ان شاء الله ابقى اروح اكشف عليه. كده كنت خلصت الغرفة التانية، وهنا الانتريه برضو. بص بقى ده كان الكيس السوستة بتاعته مقطوعة، ومفيش وقت بقى ان انا اوديه يتصلح. لو اعرف كنت اديته لبنتي وهي بتعمل بتاعة الركن اللي هي الكبيرة اللي انا قلعتها دي، وكانت سوستة مقطوعة، بس ما كانش فيه وقت بقى، رحت احطها وخلاص. كده كده الانتريه ده ما حدش بيقعد عليه، يعني قليل جدا لما بنروح كده نقعد عليه، لان الشاشة عند الركنة، فقعدتنا كلها عند الركنة. في شاشة هناك عند الانتريه بس ما فيهاش ريسيفر. كانت الشاشة دي اصلا كنت حطاها فوق في اوضة النوم، في غرفة النوم يعني. بس احنا ما بنقعدش فوق، فرحت منزلها هنا وجبت لها ريسيفر. راح الريسيفر بتاع الشاشة التانية باظ، فرحت واخدة بقى الريسيفر بتاع ده وما جبتلهاش من ساعتها. هي مقفولة كده على طول. ممكن بنشغل عليها بيشتغل على اليوتيوب، بس مش بشغله بصراحة. بصوا كده يا حبيبي خلصت. حطيت بقى الكوشنات على الركنة كده، وشلت الترابيزات بقى عشان اديها برضو كنسة سريعة كده ومسح. واخر حاجة بقى اروح ملمعة الخشب وحاطة الديكورات. كان استرجع مسحة بقى سريعة كده. بس وبرضه اسيبها تنشف شوية كده واروح فرشة بقى السجادة. الشقة اللي فوق بقى بصراحة ما صورتهاش. احنا مسحناها كان يعني قبل الوقفة بيوم. مسحناها انا والبنات، يعني عملنا فيها مسحناها مع بعض، ورحت فرشاها بقى في ساعتها. مسحنا وفرشنا كده على طول في نفس اليوم. السجادة دي بقى كنت غسلاها. كنت مودينا بصراحة المغسلة اتغسلت يعني، وكانوا لفينا بستريتش بقى جامد، فايه بتحسه مكسرة كده شوية. بس لما اتفرشت وبقالها يعني يومين مفروشة، اتفردت وبقت حلو. كنت زعلانة جدا، حسيت ان الكثافة بتاعتها ديت يعني اللي هو الفرو ده حاسة ماسك في بعضه كده، بس رجعت الحمد لله لطبيعتها تاني. بس هحط بقى الترابيزات دلوقتي ولمعهم كده باللي هو بتاع الخشب ده، الملمع بتاع الخشب. وابتدي احط الديكورات. هخلص بقى كده وهعمل كمان المطبخ برضه افرشه معاكم، وبعدين بقى الرز بقى الكحك والبسكوت والحاجات بتاعه العيد دي. بوريكم بقى الفازة دي دخلت غسلتها هي والورد، واحطهم دلوقتي. وعلى الترابيزه الصغيره دي هحط كتب الديكور
والشمعة اللي هي البابلز دي والسبحة. دول الكتب اللي انا كنت شارياهم جداد على رمضان، قبل رمضان يعني. واليونت هنا بقى برضو هشيل كده الحاجات، بصوا اللي مش محتاجاه يعني، كلها الحاجات بتاعت رمضان ديت، والفانوس بقى والحاجات دي شلتها كده جوه بس. وخليت بس الديكورات اللي انا هحطها، خليت كتب الديكور دول بحطهم على الرف اللي عاملاه فوق الشاشة. بص كتب الديكور ديت بحطها فوق الرف. وبرضو الكوستر اللي هو الخشب ده، والبتاع الصغير، البرواز الصغير ده او التابلو، مكتوب عليه عيد مبارك. كنت جايبه الصوره ديت من على بنترست ورحت طبعتها. والبتاع ده كنت شاريه من اسمه ايه، من ايكيا. بس كده حطيت الديكورات بتاعه الرف. وهحط بقى دلوقتي امسح اليونت كده واحط عليها الديكورات بتاعتها. بحط عليها التابلو ده الخشب ده، وبحط عليها الشمعدانات بس كده. مبحبش بصراحة احط عليها حاجات كتير. ابتدي بقى المع كل حاجة، لان بصراحة كنت شايلاهم يعني، وما كنتش ماسحة حاجة بقى. انا لما لميتهم كده نفضتهم تنفيذة سريعة، وقلت لما اجي احطهم يعني ابقى اعملهم حلو. معلش بقى صوت الصوت بتاع الشفاط بتاع المطبخ. خلاص كده يا حبيبي، كنت خلصت بقى الغرفة دي كمان، ودخلت على المطبخ بصراحة كان نضيف. احنا اليوم ده انا ما عملتش اكل. فالمطبخ بقى كان نضيف، ما فيهوش اي حاجة. المواعين بقى يعني كانت مغسولة، والبوتاجاز كان متلمع وكل حاجة، والرخامة وكله. ابتديت بس اطلع الديكورات كده، اديهم كده مسحة سريعة، وابتديت ارصهم. طبعا المطبخ كنت عاملاه لما مسحت معاكم، ما كنتش عاملاه، كنا عاملينه يعني لوحدينا من غير تصوير، لاني يعتبر الاساسيات بتاعته كلها كنت عاملاها قبل رمضان معاكم. على رمضان بقى، على العيد بقى كان الظرف نضيفه يا دوبك، رصيناها سريع كده. الحاجات اللي مش متظبطه ظبطناها، لكن ما نزلناش طبعا حاجه ولا عملنا. والشفاط بس عملناه، والحيطان بس. بصوا بتجي كل حاجه لمعها، الحاجات دي خشب، فبعملها باللي هو الملمع الخشب. والزرع ده كمان برضو غسلته. الزرع الاخضر ده بجد، الزرع بيدي للمكان يعني، بيغير الشكل 180 درجة، بيدي شكل حلو قوي للمكان. انا بحب بص الزرع الاخضر ده جدا، هتلاقوا في المطبخ حتى زرع كتير. و... والشجر والحاجات دي برضو بحبها، بنحطه مع الركنة والانتريه والحاجات دي. بس كده حقيقي المطبخ كان خلص. حطيت الترابيزة في النص، كنت بوريها لكم. حطيت بقى السجادة، وحطيت عليها الرنر اللي هو التايجر ده، عاملاه شبه السجادة. والكوشنات كمان بتاعة الكرسي بتاع المطبخ كلهم تايجر. وكده الحمد لله كنت خلصت المطبخ. هرص بقى معاكم دلوقتي الكحك بقى والبسكوت والحاجات الحلوة بتاعة العيد ديت، الحاجات الحلوة المبهجة دي. العبد انا بجيب من العبد بصراحة، بحب حاجته جدا يعني، الحاجات بتاعته ما شاء الله تحفة.
الحاجة ريحتها كده سمنة بلدي وزبدة صفرة كده، وريحتها جميل قوي وطعمها كمان حلو. بسكويت المشكلت بتاعهم ده بحبه قوي، والكحك برضو طعمه تحفة، السابليه اللي بالشوكولاتة بتاعهم ده بصوا بعشقه. بصوا يا حبايبي، ده الكحك دي علبة نص كيلو، بيكون جاي معاها كيس سكر وعلبة كده اذا يعني علبة زي بالبتاعة دي بنحط فيها السكر بطرمان ده، ولا عارفش اسمه ايه، بنفضي فيه السكر ونبتدي بقى نرش بيه على الكحك. تفضوا فيه كده كيس السكر كله، وتبتدوا بقى ترشوا على الكحك يعني، واللي هتقدموه بس ترش عليه، والباقي سيبوه كده ساده، لما تيجوا تاكلوا ترش عليه. اهو شايفين طعمه بجد حلو قوي وريحته تحفه. جربت بصراحه العبد وجربت اتوال، يعني انا بصراحه بحب حاجه العبد اكتر. اتوال حاجته حلوه برضو، بس بصراحه بحب يعني العبد بحس حاجته احلى. طبعا بحط ايه يعني، ما بحطش طبعا، مش هنحط الحاجه كلها مره واحده، برص في البتاعه يعني ايه، بملاها كده تخلص، اي حاجه نوع مثلا يخلص او حاجه ارجع ارص منه تاني. كده خلاص خلصنا الكحك. ده بيتي فور بقى، ده كنت جايباه من لابوم، هو ده الحاجه الوحيده اللي جبتها من لابوم. لان ده بيتي فور اللي هو بيكون معمول بمربى وعليه جوز هند، اللي هو بتاع امهاتنا ده، بصراحة بحبه جدا. والعبد طبعا مش عنده منه، العبد عنده الحاجات اللي هي شبه السابليه، لكن ما عندوش البيتي فور ده. فانا كنت السنه اللي فاتت جايبه من لابوم، عجبني، جبت السنه دي جايبه نص بس منه. بس بصراحه حسيت بتاع السنه اللي فاتت احسن، السنه دي حاسه يعني ناشف شويه كده. حطيت شويه منه، انا كنت جايباه اللي بجوز الهند ابيض وبالشوكولاته، لان انا بحب البيتي فور اللي بجوز الهند ده قوي. وابتدي كمان برضه ارص البسكوت، ده بسكوت اللي هو البسكوت العادي السادة، في بالبرتقال وفي بجوز الهند، بس انا بصراحة بحب السادة ده، مش بحب اللي بالبرتقال ولا بجوز الهند. ده بسكوت مشكلط، طعمه تحفة تحفة خرافة، طعمه حلو قوي. برضه ابتدي ارص منه كده، وحلاوته بقى ان الجو يعني لسه محررش قوي، فبيبقى ماسك نفسه. لكن جبناه مرة في الصيف، كان بصوا الشوكولاتة سايحة، كانت سايحة جدا وجننتنا. وده بقى اللي هو البيتي فور، في بيتي فور او المفروض بيتي فور، بس مش زي البيتي فور بقى التاني اللي انا جايباه، لا اشكال تاني، يعني شبه السابليه شويه اكتر. في بيتي فور ممتاز اللي انا جايباه ده، وفي بالمكسرات، وفي سابليه بقى، علبه سابليه، بس انا بصراحه ما السابليه ده ما لقيتهوش، كان خلصان، فجبت بقى اللي هو البيتي فور، بس رصيت برضو منه كام واحده كده. خلاص كده خلصت الحاجات دي الحاجات اللي انا جبتها في الكحك والبسكوت يعني والحاجات دي.
العلبة دي بقى بصوا بصراحة حلوة جدا. انا كنت الاول بحطه في الفروتة، الحاجة بقى من المعطرات والحاجات اللي بالرشاة دي كانت والله الحاجة بتكرف. وبصوا برمي الفروتة دي كانت بتترمي بحالها، لان طبعا الحاجة بيبقى طعمها كارف جدا. المعطر بقى اللي برشه في الشقة، رشينا برفان حاجة، فالحاجة كانت بتكرف. فبصراحة فكرة العلبة دي تحفة، ترشوا بقى براحتكم الحاجة. بصوا ما يبقاش فيها اي حاجة لو قعدت شهر كده في العلبة، ولا تكرف بقى ولا يحصل لها اي حاجة. حطيت بقى كمان هنا ملبس بونبوني وتوفي، حطيتهم برضو في واحدة كده. وفي النص دي حطيت السوداني اللي هو بيبقى عليه شوكولاتة، ده جايبه برضو من عند العبد، طعمه حلو قوي. سوداني بيبقى متغلف من بره بالشوكولاتة. وحطيت بقى شوكولاتة من دي اللي هي بتكون مشكلة كده. آه الشوكولاتة اسمها ايه؟ نسيت اسمها والله. هي شوكولاتة معروفة بس نسيت اسمها. هي بتبقى ميكس باونتي، والشوكولاتة اللي هي الورقة بتاعتها اصفر من بره مكتوب عليها سمايل، وشوكولاتة مش فاكرة نوع ايه تاني كده معروف بس انا ناسي اسمه. ميكس 3 انواع كده ولا 4 انواع مع بعض. اربعة 4 انواع مشكلين. بس كده العلبة دي كده انا خلصتها، رصيت فيها بصوا كل حاجة. هحط بقى في اطباق صغيرة لب بقى وسوداني. جبت سوداني وجبت لب ابيض بس. ما اللب السوبر الاصفر ده ملناش فيه قوي، والسوري برضه قلت الابيض احسن. بس كده حبيبي احط بقى الفاكهة وخلاص. جبت بقى ايه؟ تفاح وموز وعنب وبس كده. اصلا الشتا يعني مبيبقاش فيه فاكهة قوي، الصيف بقى اللي فاكهته جميلة كل الانواع بتبقى موجودة. بس كده يا حبايبي رصيت بقى معاكم كل حاجة. تشوفوا بقى جزء كده من الله عز وجل يسمع هذا الجمع والمتحاولين فيها المتحاولين